هناك صحوة جميلة على مستوى التلقي سي محمد الخمليشي، هل تتفق أو لما تتفقش؟ الملاحظ بأنه الطرب مازال عنده جمهور وهذه الأغاني ما تزال خالدة، وكاين شباب يعني وانت من بينهم أعادوا يعني كانوا ساهموا في هذه الصحوة على مستوى التلقي. أيضا المديح والسماع الصوفي كذلك حاضر في الوقت اللي كاين تيار جارف ديال الأغنية إيقاعية شبابية نسميوها كذلك تجارية. كيف تنظر؟ هل أنت متفائل يعني واش فعلا كاينة هذه الصحوة والجمهور ديال الطرب غيبقى ديما كاين وموجود ويحب الطرب ويبحث عن الطرب وعن الأصوات الجميلة والأداء؟ من خلال مشاركتي في آخر حفل قبل رمضان المبارك في دار الطرب الدار البيضاء سعدت كثيرا بالجمهور الموجود. حسست بأن ما كان يلوج في دواخلي على أن الطرب بدأ يندثر. وجدت أن هناك جمهور شامل واسع مثقفين، هناك فئات عمرية طبعا متعددة يحفظون كل الموشحات، يحفظون كل الأغاني والتقطقات العربية بحب وبشغف، ويتعاملون مع العمل وكأنهم هم فوق المنصة، مما يظهر على أن لا زال هناك نخبة من المثقفين يفهمون الغناء الذي يؤدى بقواعده الثابتة وبقواعده الصعبة. هناك شباب في المقابل، هناك شباب أيضا يتقنون المجال الطربي، إلا أنهم لا تكون لهم مدة أطول في برنامجهم أو في سهراتهم، تكون هناك 10 دقائق ربع ساعة من بدايات الطرب، ثم يذهبون لبرامج أخرى التي يحبها الشباب والتي هي أقل صعوبة وأقل تكلفة من ناحية الصوت ولا حتى يعني الألحان. يعني تعتبرون بأن الطربي أو الطرب أو يعني أسلوب الطربي هو مغبون على مستوى، وقلتم أيضا بأنه مغبون أيضا في الإعلام. يعني كان ليك واحد الملاحظة بأنه الانتشار الحظ ديال من يؤدي الطرب حظه قليل في الانتشار بسبب طبعا هذه المجالات الضيقة اللي محفوظة للطرب ولأهله. نعم، حتى في الإذاعات في الراديو حتى تحس هناك قلة المشاركة أو قلة نشر الأغاني الطربية. ربما يراعون يعني المتابعين ويراعون الجيل الذي هو الآن في الجمهور عايز كده طبعا، لكن احنا دورنا هو أن نحترم جميع الأذواق، لكن فقط تكون الأعمال المقدمة تحترم أركان الغناء. دائما أركز على أركان الغناء، لأن الفنان هو واحد الإنسان يحمل رسالة سامية. دوره هو أن يثقف الناس وأن يبحث في الناس روح الفن والجمال المسموع كما قلت في السابق، وكذلك يساهم في بناء الإنسان السوي. الفن لم يكن أبدا في بدايته من أجل يعني فقط ترفيه أو تسلية، أبدا إنما الارتقاء له دور كبير في ارتقاء الروح. سنواصل هذا الحوار الجميل والراقي بعد أن نشاهد فقرة شهية وحكاية مع الشيف محا.